السلام عليكم، أنا نسمة أمين، والنهاردة هعمل معاكم فكرة جديدة حلوة ولذيذة وسهلة جدا. وكل حاجاتها في البيت وخاماتها متوفرة عندكم في البيت. الفكرة دي هتنفع للعيد جدا للولاد، هينبسطوا بيها جدا، وإن شاء الله بإذن الله هتقوموا تطبقوها في ساعتها. من كتر ما هي هتعجبكم لأنها فكرة مختلفة وجديدة. تعالوا بينا نبتدي ونشوف هنعملها ازاي. بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم الجديد. ويلا بينا نبتدي ونشوف هنحتاج ايه. اول حاجة هنحتاجها قطن، ولو القطن مش متوفر عندك ممكن لو متوفر عندك فايبر حطيه، ولو مش متوفر عندك اشتري كيس من الصيدلية، اصغر كيس خالص مش هتحتاجي منه غير ربعه بالظبط. وهنحتاج قص ولزق اسود او ورقة سودة كانسون. وهنحتاج ستيك بتاع الايس كريم، وممكن بداله تبقى كرتونة تخينة بس في عرض الاستيك وطول الاستيك. وهنحتاج علبة اسطوانية، العلبة ديت اللي هي بغطا، ممكن تبقى بتاعت ميرود ودان، ممكن تبقى بتاعت خلة سنان، ممكن بتاعت الفانيليا اللي انا بستخدمها او البيكنج باودر دي. اهم حاجة تبقى بغطا، واي حاجة مش موجودة عندك شوفي لها بديل على طول. يلا بقى نبتدي نشوف الخطوات. اول حاجة هنبتدي نجيب القطن وهنكوره كور صغيرة وكور كبيرة، يعني مقاسات مختلفة. هكور كمية محترمة على قد الاسطوانة، العلبة اللي عندي يعني. انا عملت الكمية دي اللي انتوا شايفينها قدامكم. دلوقتي هبتدي احضر كمان الرجول. هجيب الستيك وهبتدي اغلفه بالقص واللزق زي ما انتوا شايفين. الاول هقسمه نصين بالقلم كده واقصه بالمقص، وبعد كده هغلفه بالقص واللزق الاسود. طبعا لو ما عندكيش قص ولزق اسود ممكن تحطي تلونيه اسود، ممكن تغلفيه بكيس اسود، ممكن بورقة سودة عندك، ممكن بفوم اسود. يعني ابدعوا بالحاجات المتوفرة عندكم في البيت. المهم ان احنا محتاجينه ان يبقى لونه اسود. بأي حاجة بقى متوفرة عندك في البيت خليه يبقى لونه اسود. وممكن بدل الستيك لو مش متوفر عندك كرتونة، كرتونة ورقة اتنيها كذا مرة بحيث تبقى السمك بتاعها تخين. يعني ابدعوا، انا عايزاكم تبدعوا وتستخدموا وتستغلوا الحاجة اللي عندكم في البيت. دلوقتي انا بعد ما لزقته هقصه واحاول ان انا اظبط الحروف بتاعته كويس بالقص واللزق واقفلها كويس. انا عملت 4، انا محتاجة 4. دلوقتي دي ورقة سودة، دي كانت بتاعت اولاد كانوا راسمين عليها، بتاعت كانسون، كانت متوفرة عندي. دلوقتي خدت الغطا ورسمت بيه دايرة. طبعا هي مش هتبان دلوقتي قوي، انا بحاول اوضحها لكم. وهرسم ودان بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يا رب تكون بس واضحة عندكم. طبعا احنا الرسم على قده، انا قصيتها دلوقتي. احنا كده حضرنا كل حاجة، يلا بينا بقى نبتدي نلزق الحاجة دي على بعضها. الفكرة دي هتعجبكم جدا جدا، وفعلا هتقوموا تحضروها على طول لانها فكرة جديدة ومختلفة. بأي لزق عندك الزقي بيه، انا بفضل اللزق الشمع. لو مش عندك شمع غير اي حاجة متوفرة عندك الزقي بيها القطن. هنلزقه كور كور كده على الاسطوانة كلها بحيث تدي شكل الخروف من بره. فكرة سهلة وبسيطة ولذيذة، وممكن الولاد يعملوها معاكي، بس احنا حابين نعملها لهم مفاجأة. لو انت عايز تعملها لهم لعبة يقعدوا يعملوها معاكي، هينبسطوا جدا جدا بيها. هنكمل بقى كله، هنلزق عليها كلها. انا مش حابة اسرع الفيديو خالص، حاباكم تتفرجوا عليه كله وتشوفوا الخطوات كلها بالراحة. بحط الكور مختلفة، مش بهرصها كلها مرصوصة علشان خاطر الفروة بتاعت الخروف ما بتبقاش مرصوصة كده، عشان تدينا احساس ان ده فروة خروف بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وهنيجي بقى على الربع الاخراني
وهنبتدي نحط الرجول. الرجول هتسيبي بالظبط تلت، وبعد كده تبتدي تحطي اول رجل، هتسيبي تلت من فوق وتلت من تحت، وتحطي رجل من فوق ورجل من تحت، وبعد كده هتقفلي عليهم بالقطن، وهنسيبهم طبعا يجمدوا كويس قوي، الرجل تجمد كويس قوي قبل ما نبتدي نوقفها ونستخدمها. وهنحط في تحت كمان الرجل التانية برضو في التلت الاخراني بالويم كده، يعني اظبطيها انها تبقى في التلت الاخراني بالمنظر ده. وبرضو هحط قطنة وهلزق في النص بقى القطنة التانية بالمنظر ده كده، بحيث انها تمسك الرجول كويس. ارجع بقى الناحية التانية وهعمل نفس الموضوع ده، بس هخليهم متوازيين ويبقوا على صفة واحدة. لو مش هتعرفي ممكن تعمليها بمسطرة عشان خاطر تظبطي بالظبط، عشان خاطر لما يجي يقف الخروف يبقى واقف مظبوط، ما يبقاش مكسح، يعني ميبقاش خروف مكسح. طبعا احنا مش فنانين قوي وبتاع، بس يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نظبط الحاجة عشان تبقى شكلها شيك وجميلة. بالمنظر ده. وبعد كده بتسيبيها تنشف كويس قوي، وبعد ما تنشف كويس لو حسيتي ان هي لسه الرجل بتروح وتيجي معاكي، حاولي تحطي عليها شمع تاني بحيث انها تبقى واقفة مظبوط. بس ده مش هيتحدد الا لما هي تنشف كويس. بس الاول دلوقتي وهي طرية بتبتدي توقفيها عشان تظبطي الرجول كويس قوي، تبقى واخدة وضعها صح. بس اول ما الرجول تاخد وضعها صح بتسيبيها بقى تنشف براحتها. تعالوا بقى نغطي الظهر كلها بالمنظر ده كده. وكمان هنعمل له ديل، ما هو الخروف له ديل، هنعمل له ديل. الديل بقى هنعمله كالتالي: كورتين اتنين وهنلزقهم في بعض بالمنظر ده، وارجع احطهم الزقهم بس في النص. حاول كده اوسطن الديل والزقها كويس. وبما ان الديل بتاع الخروف بيبقى سميك، فانا هحط لها قطنه تاني من فوق بحيث انها تدي شكل الديل بالظبط. الشكل ده كده بالظبط بقى شكلها رائع، شكله خروف خالص. دلوقتي بقى تعالوا نلزق على الغطا الوش اللي احنا عملناه. ودلوقتي هعمل له كور صغيره ونعمل له قصه اللي هي بتبقى على الخروف من فوق، من راسه من فوق. طبعا لو في رسمة احلى من كده تعرفي ترسميها مفيش مشكلة، حابة تعملي شكل تاني بطريقة جديدة مفيش مشكلة. انا بديكوا بس الفكرة وانتوا ابدعوا بقى وطلعوا الابداعات الفنية اللي جواكوا، واستغلوا كل حاجة موجودة عندكم في البيت واعملوا بيها. بس تعالوا بقى نغطيه دلوقتي ونشوف كده المنظر هيبقى عامل ازاي. مظبوط جدا وشكله حلو. وهقول لكم في اخر الفيديو العلبه دي احنا هنعمل بيها ايه وليه ما عملناهوش في حاجه تانية. ودلوقتي ده كان قلم كوريكتور عندي، هبتدي ارسم العينين. يعني هي العين مش هتطلع مظبوطه قوي لان ده كوريكتور، لكن لو عندك مثلا اي حاجه ابيض تحطيها، لون ابيض عندك، عندك خرز صغنن، عندك فوم ابيض، اي حاجة ابيض حطيها. انا كان عندي كوريكتور فعشان كده استخدمته، استغليت الحاجة اللي عندي في البيت وما اشتريتش حاجة من بره. فانت كمان اللي موجود عندك في البيت استغليه.
وممكن مش لازم ابيض، يعني ممكن تحطي اي لون تاني اللي تحبيه حطيه، مفيش مشكلة خالص. انا بحاول اظبطه على قد ما اقدر. هو مش هيطلع مظبوط 100%، وهتطلع عنده عين كبيرة شوية وعين صغيرة، بس مش مشكلة، يعني الفرق مش واضح قوي عشان الكوريكتور طبعا ما بيظبطش الحاجة قوي بالظبط. بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده بقى عندنا احلى خروف. الخروف ده بقى انا هملاه دلوقتي بونبوني وفلوس، هقفلها للولاد، هربطها لهم، عملتها لهم كور كده وهربطها لهم بفيونكة، دي العيدية بتاعتهم. العيدية بتاعتهم وقدمتها لهم بطريقة جديدة وشكل مختلف، وهحطه جوه العلبة، وبعدين هحاول اخلي الفلوس في النص واحط حواليها البونبوني، وهغطي كمان الوش بالبونبوني علشان ما تبانش الفلوس وتبقى مفاجأة ليهم. وبعدين دلوقتي هقول لهم تعالوا نذبح الخروف، فهيجوا هيقوموا فاتحين وش الخروف. الاول بفرجكم على الخروف، شايفين ديله جميل ازاي، شايفين حلاوته جميل قوي. احنا كمان ممكن نستغله حصالة بعد كده. دلوقتي بيذبحوا الخروف ويقوموا مطلعين البونبوني، وبعد كده يطلعوا الفلوس وتبقى احلى مفاجأة ليهم وهينبسطوا بيها جدا. وبعد كده ياخدوا العلبة يلعبوا بيها او يعملوها حصالة ليهم. انا الفيديو خلص، اتمنى انه يكون نال اعجابكم ويا رب تطبقوه، واشوفكم على خير في فيديو جاي وفكرة جديدة ان شاء الله.